ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حطيت بطاطس تتسلق. طبعا انتوا بتقولوا ايه الابيض اللي على الوش ده؟ انا حطيت فيها ملح يا جماعه وهي بتتسلق. ماشي. طبعا انتوا عارفين ان الملح بيعمل وش ابيض كده من على الوش. انا سلقت البطاطس خلاص وقشرتها. كده جبت حله هي تحطها على النار، احط عليها زيت. تنسوش يا جماعه لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. هحط زيت في الحله، وهعمل فص توم واحد بس. فص توم واحد، احنا عايزين ريحة التوم بس، الريحة، مش عايزين توم كتير عشان القولون والناس اللي عندها قولون. ما تكتروش التوم يا جماعة. بجد والله العظيم البطاطس كان طعمها تحفة بجد. انا كنت بقشر فص توم وبدقه علشان احطه في الزيت يبقى جاهز على طول يعني. دعمكم ليا يا جماعة بيفيدني كتير والله بجد. تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة، والناس اللي اشتركت في القناة تدخل تتفرج على الفيديو وتقول لي رأيها ايه فيه. واللي عنده فكرة جديدة يقول لي، اللي عنده حاجة جديدة يقول لي. اهو ده كده انا حطيت فص توم. هو فص توم واحد يا جماعة، فص توم واحد ومش صغير والله، فص توم كبير مش صغير ولا حاجة، بس هو شايفين انتم مش باين اصلا، صغير خالص يعني. انا هحاول يعني انور النور بتاع الحامل بتاع الموبايل عشان الاضاءة تبقى كويسة لكم شوية. انا بقطع قرن فلفل اخضر اهوت. عايزه اقول لكم بيدي طعم حلو قوي وكمان بيبقى لونه في قلب البطاطس المهروسه بيبقى برضو حلو قوي. تنسوش يا جماعه لايك وشير واشتراك في القناه. طبعا انا مسكت الحله وقلبت بيها كده لان السكينه في ايدي والفلفل في ايدي التانية، فالجيش بيقولك اتصرف بقى، فمسكت الحله كده قلبتها علشان بس انتوا عارفين التوم بيحمر بسرعه، فانا مش عايزاه يتحرق مني او لونه يحمر. انا عايزاه بس ريحته بس تبقى، الريحه بتاعته تطلع كده بس. اقلب تقلبتين. ده كمون. يا سلام على البطاطس بالكمون بقى، تحفه بجد تحفه. انا حطيت شويه كمون، هحط شويه كمان. متنسوش يا جماعه لايك وشير واشتراك في القناه، دعمكم يهمني جدا. انا كده بصوا بقلب اهوت قرن الفلفل مع فص الثوم مع الكمون. طبعا انا ما حطيتش ملح عشان انا حاطه ملح في الميه بتاعه السليق. وادي البطاطس. الاكل ده ينفع يا جماعه فطار او عشاء على فكره، وينفع غدا برضو، يعني ينفع يتاكل في اي وقت. انا حاطه فص ثوم واحد بس، تقدري تستغني عن فص الثوم بس احنا عشان ريحه البطاطس تبقى ريحتها حلوه يعني. بجد طعمها كان حلو قوي. ولو انت عندك بقى بتاع دوت بقدونس، يا سلام لو جبتي بقى بقدونس وقمتي مخرطاه عليها كده بس في الاخر يعني، بعد ما تطفي النار عليها تقلبيها في قلب بعضها بالبقدونس كده، بعودين بقدونس صغيرين كده. تاخدي الورق بتاع البقدونس مش العيدان، وتقلبي كده في قلب بعضها بعد ما تطفي النار. يا خبر عليها، طعمها خطير بجد، طعمها حلو قوي. انا شايفه ناس بتتفرج من غير ما تعملي لايك. ما بتعملوش لايك ليه يا جماعه؟ اعملوا لايك على الفيديو. يا ريت كل الناس المشتركين عندي في القناه تدخل تعمل لايكات على الفيديوهات بتاعتي واشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي مشتركتش. ودعمكم ليا بيفيدني والله يا جماعه بجد. شكرا لكل الناس اللي بتدخلي وبتدعمني
وبتبعت لي تعليقات حلوة قوي. تسلمولي، ما تحرمش منكم يا رب. بص انا هنا بحاول ايد الكشاف بتاع الحامل عشان يدي اي نور، والحمد لله كده نور اهو، يعني احسن من الاول بشويه. دلوقتي بقى انا هجيب الهراسه عشان اهرس البطاطس. في ناس بتحب البطاطس كده قطع كده زي ما هي، وفي ناس بتحبها مهروسه، فانتي على حسب اهل بيتك ما بيحبوها. شوفي جوزك واولادك بيحبوها ازاي واعملي لهم اللي هم عايزينه. ماشي. انا هجيب دلوقتي الهراسه وههرس بيها البطاطس. فين بقى يا جماعه؟ فين اللايك الجميل اللذيذ بتاعكم؟ فين كلمتين حلوين لاختكم؟ فين دعمكم ليا بقى؟ اهي الهراسه يا جماعه، هبتدي اهرس بيها البطاطس اهيت. طبعا هي ضغطه صغيره خالص، البطاطس اصلا مسلوقه فمش محتاجه، يا دوب كام هرسه كده بس. بحاول بقى اسلك البطاطس دي من الهراسه عشان ما يبقاش فيها بطاطس حرام تترمي. احنا قايلين قبل كده نعمه ربنا ما ينفعش نرميها عشان ربنا ما يزولهاش من وشنا. اللي يفيض عندها اكل تحطه في قلب علبه وتحطه في التلاجة عشان ما ينشفش وهو في التلاجة او يبوظ. طلعيه حطيه في الميكروويف او في الفرن عندك او سخنيه على البوتاجاز، هتلاقيه طعمه زي العسل. كل ما الاكل بيقعد لتاني يوم كل ما بيبقى احلى واحلى. كده البطاطس اهي يا جماعه خلصت. بصوا على يعني على المنظر بتاعها. الفلفل في اللي هو الاخضر اللي انا قطعته، بصوا عامل ازاي في قلبها. انا طبعا بديها زي تشويحه كده ماشي على النار، بجد بيبقى طعمها حلو قوي. بصوا وادي الاخر بتاعها حطيت لها خيرايه عشان يبقى